قولي بقى نفسك تروحي فين النهارده؟ عايزه اروح اماكن زحمه شويه، تمام. وشوارع اللي هي تكون ضيقه برضو عشان somehow انا ايبانيك من الابعاد وكده. او مش زحمه جدا، لما حد بيوترني كده بتوتر قوي. تمام ماشي. طيب بصي، هي المفاجاه طبعا ان احنا هنروح الهرم. اوكي تمام. هنمشي في شوارع هناك زحمه جدا ماشي. اول مره اروح الهرم بجد. وانت اصلا في حد بتروحي له من المعادي وكده، يعني اكتر اماكن بتحبي تمشي فيها في المعادي جوه؟ كده طيب خلاص، هننزل برضو من المعادي جوه ونروح ناحيه ماشي. الكورنيش والحتت دي عشان تبقى انت مطمنه بعد كده. ماشي خلاص. تمام. هتهدي بقى هنا قبلها، حاولي تسيبي مسافة بينك وبين الرصيف عشان الشارع ضيق. تعالي يمين أكتر، حطي رجلي على الفرامل. يلا بس فرامل، اصبري. طبعا احنا بعدنا عن اليوتيرن جدا. بصي شمال كده، لف شمال شمال يوتيرن. ايوه تمام. اعدلي. طبعا الموقف اللي فات ده كان مشكلته في حاجة واحدة بس، إن أنا اترددت في البنزين والفرامل. مبقتش عارفة هو أنا محتاجة بنزين ولا فرامل. هو يوتيرن رجل على الفرامل عشان تخش بهدوء وتلاقي العربية بتخش جوه الحارة ذات نفسها. هنخش بقى اليمين اللي جاي ده. تعالي يمين شوية طالما انت متضايق شوية أصلا. برافو. حط رجل على الفرامل. أيوه حلو جدا. بس فرامل أكتر عشان التكسير ده. أيوه برافو. انت عارفة ان الحاجات الصغيرة اللي نازلة لتحت دي اللي هي بتبقى زي الحفر دي بتبقى أصعب من المطب. يا سلام. طبعا احنا بنحس بيها أكتر من المطب، فلازم تهدي عليها كويس جدا. أول ما تشوفيها تهدي عليها كويس طب جدا. مين أسوأ، البلاعة ولا اللي هي النقر دي ولا على حسب. بص، في بلاعة بتكون مفتوحة أصلا، وفي بلاعة تلاقيها زي كده بمستوى الأسفلت دي اتس اوكي، ما فيش مشكلة عليها. طبعا في بلاعة بتبقى أعلى من مستوى الأسفلت، فلا دي طبعا دي تأذيلك الكاوتش جدا طبعا. أعرف ازاي إن هي أذت الكاوتش؟ لا انت هتعرفي لوحدك. لا لوحدك هتعرفي لوحدك. إذا كده تمام. بس هي هتأذي الكاوتش جامد ازاي ان ممكن لا قدر الله الكاوتش يفرقع منك. والله. كده مش متخيل الموضوع سيريس. لا جامد على حسب السرعة بقى بتاعت العربية. برجع بعمل الطريق ده كل يوم. بس خدي إشارة شمال طالما انت كده مكملة داخلة الميدان. يهمك هنا بس الشخص اللي طالع، بص عليه بقى لمحة ولمحة تاني تبص على مين؟ على طريق. برافو. حلو جدا. زي ما احنا كده. برافو. داخلة من ناحية الشمال. هايلة. أيوة كده شاطرة. برافو. داخلة بالمستوى الشارع بتاعك اللي انت كنت فيه الأول. هنطلع فوق ها؟ هنطلع لفوق. لا المرة دي صح. خدت بالي من الموضوع ده. انت فظيعة في الحتة دي. فخور بيكي جدا. فكرك بيها مرة واحدة. ارجع بقى براحتي. احنا ماشيين كده نعمل تجاوز على الطريق. يعني خلي العربية تمشي في حارة الأول في النص. دلوقتي؟ ماشي، ما هو بيبعد عنك شوية. تمام. ابدأي بقى انت، خليكي في الحارة اللي في النص. زيدي السرعة شوية. احنا كده مش هنمشي. بجد كده عايزة أسرع بالظبط كده يا جماعة. بس خليك جوه الحارة بقى. يعني حاولي ان انت جسم عربيتك يكون جوه الحارة. زيدي السرعة وانت جوه الحارة. أول ما بتيجي تركزي في البنزين العربية بترجع تخرج تاني من الحارة. طيب حاولي ان انا عامل مالتي تاسكينج. ركز تحت، رجلي ملهاش علاقة باللي انا بص عليه فوق، يعني اركز تحت وفوق. دوسي بنزين سنة كده، احنا في النص بالظبط صح؟ دوسي بوش جامد على البنزين. برافو. ايوه كده. خليكي ثابتة عليه. هتبدأ العربية تزيد سرعة مع الوقت. لا متسيبوش. عشان انا كنت اقولك ازاي نعمل تجاوز بقى. اوكي. يلا دوسي بنزين زي ما احنا.
دوسي اكتر. واموف بالظبط. هنبدأ نروح شمال، بس ما ينفعش وانا ماشي جنبه برضو اسيب بنزين، اوكي. لازم افضل مثبت سرعة عشان اعرف اعمل تجاوز منه. برافو، هايل جدا. بس خليك جوه الحارة، هايل جدا من غير خوف، لازم تكملي. يلا رجل على البنزين تاني، دوسي. بيرفكت اوي. هو ده الكنترول على فكرة. التجاوز ده مش حاجة غلط، انت لازم تعلميها عشان لو ماشية في طريق وقدامك عربية بطيئة تعرفي ازاي تخرجي منها بسهولة. اوكي. يلا رجل على البنزين، ما هديش جنبه، هو ماشي بطيء، انا مينفعش افضل ماشي بطيء جنبه عشان ما اضايقش اللي جاي سريع وعايز يعدي. يلا تعالي ندوس بنزين اكتر. بص على الارض ولف مع الكيرف. خلي بالك الكيرف هنا هيروح شمال في يمين، فاوعي عينك تروح على الرصيف. بص على الارض اكتر. منزل في دوس فرامل. روح شمال سنة، بعيدي عن الخط. الصوت اللي طالع ده انا لازقه على الخط. اللي انت ماشية على الخط. اوكي. ممتازة اوي.